بتلعبي ار دي ال وديد ليفت وسكوات علشان تشدي منطقة الجلوتس، بس تاني يوم بتحسي بالوجع كله في الفخذ الأمامي أو أسفل الظهر. صدقيني دي مشكلة 90% من البنات. المشكلة مش في التمرين نفسه، المشكلة في زاوية مفصل الحوض وحركة الركبة. تعالي أوريكي إن غلطة في مليمتر واحد ممكن يغير التمرين تماما. الغلطة اللي بتعمليها في السكوات العادي لما بتنزلي وتتني ركبتك لقدام، لما ركبتك بتطلع لقدام الحمل فورا بينتقل من الجلوتس للعضلة الأمامية أو الكوادريسبس. وفي الار دي ال لما بتنزلي بالوزن لتحت ناحية الأرض بدل ما ترجعي حوضك لورا، العضلة الخلفية أو الجلوتس مش بياخدوا أي إطالة أو استرتش، والضغط كله بيروح على الفقرات القطنية والركبة. التكنيك الصح عشان نحول الفوكس على الجلوتس، اتعلمي مبدأ الهيب هنج أو مفصلة الحوض أو حركة مفصل الحوض. الركبة بتكون ثابتة تقريبا أو زاوية التانية بتاعتها بسيطة قوي ومرنة، مش متخشبة ومش بتطلعي بيها لقدام خالص. أما الحوض بقى هو اللي بيتحرك. تخيلي إن حد بيشد الحوض بتاعك لورا ناحية الحيطة، أو إنك بتقفلي باب عربيتك بظهرك. اما المدى الحركي للتمرين، انزلي لحد ما حوضك يوقف زق لورا. اول ما الحوض يوقف وقفي نزول تماما، وما تغصبيش نفسك تنزلي للارض عشان ظهرك ما يتنيش او يتقوس. التكنيك الصح مش بس بيبرز العضله، ده بيحمي ظهرك وركبتك من الاصابات. احفظي الفيديو ده وجربيه في تمرينك الجاي، واكتبي لي في تمرينك بتحسي بالجلوتس اكتر ولا العضله الاماميه، وابعتيه لصاحبتك اللي بتعمل الار دي ال غلط.